أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم ومن جنده أجمعين. هناك مقطع فيديوي أعتقد 4 دقائق ونصف أو أكثر أو أقل، لا أدري بالتمام. استقطعوه من حلقة من مسلسل الإمام الرضا عليه السلام، وكيف أن المأمون العباسي أراد أن يجعله ولي عهده، أو أنه قد جعله ولي عهده، وجمع له العلماء يسألونه وهو والإمام عليه السلام يجيبهم. ومن ضمن هذه الأسئلة كانت سألوه عن عصمة الأنبياء، ورواية تقول العلماء سألوه عن عصمة الأنبياء وذكر فلان وفلان وفلان كما هو موجود في المقطع الفيديوي. ولكن رواية أخرى وهي في كتاب الاحتجاج الجزء الثاني للشيخ الطبرسي تقول أن الذي سأله هو المأمون، ويأتينا الآن. لكن أنا أريد أن أضع مقدمة، وبعد هذه المقدمة التي أضعها أذهب إلى احتجاج الإمام الرضا على المأمون العباسي. هم قد خلطوا بين الخطأ والصواب وكذبوا على الإمام. المهم أقرأ عليكم المقدمة التي كتبتها. قلت هكذا في المقدمة: هذا كذب على الإمام، ليس من أقواله، لأنه مخالف للقرآن الكريم، وكل رواية تخالف القرآن لا يقول بها إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام، إنما هو كذب صريح واضح وضوح الشمس، وفيه تلبيس كتلبيس إبليس الرجيم. لا عصمة إلا للقرآن، كتاب الله سبحانه هو الكتاب المعصوم فقط، وأن كل رواية تخالف القرآن فهي لا تقبل عند المؤمنين الصالحين. والاصطفاء لا يعني العصمة. العصمة هي بل يعني الدرجة الرفيعة، ليس العصمة. الاصطفاء لا يعني العصمة. هذه لابد أن نركز عليها وندقق فيها ولا نغفل عنها. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة التي علينا أن لا نتغافل عنها. الاصطفاء لا يعني العصمة، بل يعني الدرجة الرفيعة. لا يأتي أحد مشؤوم ويتمسك لنا بهذه العصمة، يعني لا يخطئ، والقرآن ذكر لنا أخطاءهم وبين لنا خطيئاتهم وأمرهم أن يتوبوا منها، وقد تابوا واستغفروا، وجاءت الآيات القرآنية المباركة في ذكر توبتهم واستغفارهم وطلبهم من الله لا إله إلا هو أن يغفر لهم ما وقعوا فيه من خطأ ومن خطيئة. حتى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله في سورة التحريم الآية الأولى والثانية تشهد عليه صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. لكن هذا لا الخطأ لا يعني أن النبي مثلا هو يخطأ فيما يوحى إليه، أبدا. الأنبياء عليهم السلام لا يخطئون فيما يوحى الله لهم لا إله إلا هو، أما في غير الوحي فممكن أن يقع. لقد أخبرنا القرآن عن أخطائهم، لكن ليس في نقلهم ما أرسلهم الله به، لا، وإنما ما هو مسموح لهم به أن يتكلموا يعني من ذاتهم. وهذا هو فرق بين الخالق والمخلوق، حتى لا يأتي أحد ويقول فلان من الناس أنه ما أخطأ أبدا. القرآن عندما يبين لنا الأنبياء عليهم السلام وقعوا في أخطاء ومروا بخطيئات حتى يؤكد لنا أنه لا عصمة لأحد، ولا يأتي أحد فيدعي هذا الادعاء ونصدق بما يقول، كما جاء السنة لنا بالبخاري وكتابه، وجعلوا هم في واقعهم وحقيقتهم جعلوا البخاري فوق كتاب الله، فوق القرآن، وعلى ضوئه يصححون قراءات القرآن، وعلى ضوئه يصححون آيات القرآن، على ضوء هذا الكتاب. ومنهم مثلا من تمسك بعلوم اللغة العربية ويصححون كتاب الله القرآن الكريم، أو يعتبرونه مثلا تعدى على قانون اللغة العربية. القرآن هو كتاب الله، وهو جاء باللسان العربي المبين. فإذا وجد شيء من علوم اللغة العربية تخالف الآيات
على علماء علوم اللغة العربية أن يصححوا هذه العلوم حسب ما جاءت به الآيات المباركة. هذا الواقع، هذا الحقيقة، هذا شكلها، هكذا هي. لكن أعداء الله قد ملأوا الأرض ولهم الصولة ولهم الجولة في هذه الأزمان البئيسة. لهذا تجد هذا الذي تجده من أنهم جعلوا أشياء فوق كتاب الله، مثل علوم اللغة العربية. فإذا خالفها القرآن، يعني القرآن خطأ والعلوم على صواب. هذا شيء غير ممكن، لكنهم أثبتوه. جماعة البخاري جعلوا كتاب في أقوالهم عندما تناقشه عن كتاب البخاري يقول لك البخاري بعد القرآن، بالنقاش بالكلام هكذا. لكن في الواقع عندما تأتي وتجدهم قد تمسكوا كل التمسك بالبخاري، وتأتي للبخاري وتجده يخطئ القرآن ويصحح للقرآن، فتعلم أنهم هؤلاء جعلوا هذا الكتاب فوق القرآن. على كل حال لا نريد أن نطيل، لربما يأخذ منا وقتا طويلا. أين نذهب؟ نذهب لقراءة الآيات والنقاش، نقاش المأمون الملعون للإمام الرضا عليه السلام في هذه الآيات، وكيف أن الإمام أجابه، وكيف أن هؤلاء خلطوا بين الخطأ والصواب. يتبين لنا من خلال قراءة السطور إن شاء الله رب العالمين. كذلك في الذي كتب هذه السطور، طبعا أنا أخذتها ليس من كتاب الاحتجاج بالتمام، وإنما كنت قد قرأتها في هذا كتاب الاحتجاج في الجزء الثاني، لكن هذه الآن للاستعجال أتيت بها من مقال لأحدهم. لا أدري هل كتب هو اسمه على المقال في أسفله في أوله، لا أدري، ربما نجده في خلال سطوره. على كل حال الاختصار للوقت يجعل الإنسان هكذا يقع كما وقعت أنا الآن في هذا الخطأ، لأنني أتيت بالسطور سطور لصاحب مقال، لكني فعلا قرأت هذه في كتاب الاحتجاج. على كل حال هو ماذا كتب؟ يقول عاش الإمام الرضا عليه السلام في عصر ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية، وكثرت الترجمة لكتب اليونانيين والرومانيين وغيرهم، وازداد التشكيك في الأصول والعقائد من قبل الملاحدة وأحبار اليهود ومطارقة النصارى ومجسمة أهل الحديث. وفي تلك الأزمنة أتيحت له عليه السلام فرصة المناظرة مع المخالفين على اختلاف مذاهبهم، فظهر برهانه عليه السلام وعلى شأنه، ويقف على ذلك من اطلع على مناظراته واحتجاجاته مع هؤلاء. ولأجل إيقاف القارئ على نماذج من الاحتجاجات نذكر ما يلي عن علي بن محمد بن الجهم. ونعم، قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، من قولك إن الأنبياء معصومين، قال: بلى. ماذا قال الإمام؟ قال: بلى، أي تفضل تكلم، أي شيء تريد أن تقول. ربما المعنى هكذا، وربما بلى أي نعم أنهم معصومين. طبعا إذا كان هكذا فالكلام ليس للإمام، وإنما الإمام متهم بهذا الكلام، وإنما الكلام مفترى على الإمام، لأن قلنا الإمام عليه السلام لا يخالف القرآن، فلا توجد عصمة في القرآن للأنبياء، لأنه القرآن قلنا أثبت الأخطاء التي وقعوا فيها والخطيئات التي وقعوا فيها، وأمرهم بالتحلل منها، وقد فعلوا، نعم، استغفروا وتابوا وتركوا الخطأ وعادوا إلى الصواب. نعود إلى السطور. يقول: ماذا قال الإمام عليه السلام؟ بلى. قال: فما معنى؟ من هذا قال؟ يعني المأمون. قال: فما معنى قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى قال لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، وأشار لهما إلى شجرة الحنطة فتكون من الظالمين، ولم يقل لهما لا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من جنسها، فلم يقربا تلك الشجرة
حتى الآن عندما تتابع جواب الإمام عليه السلام لم ينكر الإمام عليه السلام وقوعهم في الخطأ، لم ينكر، وإنما يشرح ويبين كيف كان خطأهم، كيف كان تفصيل ذلك الخطأ. لا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من جنسها، ما قال هكذا. فلم يقربا تلك الشجرة ولم يأكلا منها، وإنما أكلا من غيرها، أي من جنسها، من المشابهة لها، يعني ليس الشجرة التي في المكان الذي أمرهم أن لا يأكلا منها، ولم يأكلا منها وإنما أكلا من غيرها لما أن وسوس لهما الشيطان وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. انظر إبليس شلون كيف جاء بحيلة حتى يوقعهم في ما لا يرضي الله لا إله إلا هو. هذا قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وإنما نهاكما أن تقربا أن تقربها، يعني تقربا إليها. المهم هناك أخطاء في الإملاء. ولم ينهاكما عن الأكل منها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد الكثيرين يعني يكذبون ويقسم يمين على الكذب، يعني له حال كحال إبليس، نستجير بالله وبه نستغيث. ولم يكن آدم وحواء، والكلام للإمام الرضا عليه السلام، يقول ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كذبا فدلهما بغرور فأكلا منها ثقة بيمينه بالله، وكان ذلك من آدم قبل النبوة، ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار، وإنما كان من الصغائر الموهوبة. انظر الإمام أي شيء يؤكد، يعني ذنب، لكن ما هي درجة هذا الذنب؟ من الصغائر. أي صغائر؟ الصغائر الموهوبة. انظر الإمام لم ينكر أن النبي آدم عليه السلام لم يكن قد وقع في الذنب. الذي يقع في الذنب ليس معصوما. فانظر إلى التناقض في رواياتهم، يبدأ إليك أنه الإمام قال نعم أنهم معصومين، ثم يأتي ويثبت ما قالت الآيات. من يستطيع أن يخالف الآيات؟ لا يستطيع أحد أن يخالف الآيات إلا أنه إذا كان غير مسلم. أما المسلم لا سيما إذا كان إماما، وهو هنا يشرح ويوضح ويبين ويؤكد. ثم يقول الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، فلما اجتباه الله تعالى وجعله نبيا كان معصوما. هذا أنه كان معصوما هذا كذب على الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأن قلنا القرآن مثلا ذكر لنا خطأ نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله، ليس قبل أن يبعثه نبيا، ما ذكر لنا أخطاءه قبل أن يبعثه نبيا، لكنه بعد أن بعثه نبيا ربما تناقش تقول وما أدراك وما هو الدليل وما هو الذي يثبت ذلك. الآيات سورة التحريم عندما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله ما كانت تخبرنا عن خبر النبي قبل رسالته، لا، في وقت رسالته ماذا فعل؟ في وقت الرسالة حرم ما أحله الله عليه. ورواية تقول أنه حرم العسل لأنه زوجاته قال نشم فيك رائحة المغافير أي شمع العسل. ورواية تقول لا، أنه قارب ماريا في يوم حفصة وأراد أن يرضي حفصة بعد أن علمت ورأت منه هذا الفعل وعلم بانزعاجها بل وعاتبته، حرم أن يقرب ماريا. هذه الروايتين. فبتلك الحالتين إذا كانت تحريم العسل أو تحريم ماريا على نفسه، فالمهم هو قد حرم ما حله الله له، لا يجوز له ذلك. ثم جاءت الآية الثانية من سورة التحريم تبين وتؤكد عليه أن يدفع الكفارة حتى يتحلل من ما فعل، وهذا له شرح طويل في مسألة الكفارة. على كل حال هو مثبت في كتب الفقه في الرسائل العملية. المهم العلماء، طبعا العلماء عندما نذكر العلماء علماء الشيعة الرسائل العملية، رسائلهم العملية المعلومة التي هي تحمل المعاملات والكلام عن المعاملات والكلام عن الفقه، عن المسائل الشرعية في الفقه، يعني صلاة وصوم وحج وزكاة وجهاد في سبيل الله، يعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه يعني حديث
عن فروع الدين. وفي الجزء الآخر أو القسم الآخر من الرسالة عن المعاملات، يعني تجارة وغيرها وبيع وشراء وزراع وإيجار وما إلى ذلك من الأمور المعاملات. نعود إلى السطور. وبأي كذبة جاءوا نسبوها للإمام عليه السلام، يقولون فأي شيء قال كان معصوما، يعني بعد أن كان نبي ماذا كان معصوما لا يذنب صغيرة ولا كبيرة. القرآن بين لنا أنه بعد أن كان نبيا، وقلنا نبينا الحبيب الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، وهذا ثابت. وقلنا في سورة التحريم من أراد أن يرجع ويتأكد من ما نقول. أي شيء قال لا يذنب صغيرة ولا كبيرة. قال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. أي شيء اجتباه بالتوبة عليه. ماذا تاب عليه؟ لا إله إلا، لأن آدم عليه السلام استغفر وتاب ورجع إلى ربه. في آيات أخرى تذكر هذا. والقرآن كحامل كاميرا ويصور مكان، مرة يصور من اليمين، مرة من اليسار، مرة من الأمام، مرة من الأعلى، من الأسفل، وهكذا. من قرأ لسيد قطب التصوير القرآني يعلم هذا وكيف هذه العلوم القرآن. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقلنا الذي يتكلم الآن الإمام الرضا عليه السلام في جواب المأمون، في جواب به على سؤال المأمون. ثم جاء في آية أخرى وقال عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى، لم يقل عصم. اصطفى، والاصطفاء غير العصمة. وحتى لو فرضنا أنه ذكر العصمة والكلام عن العصمة وجاءت آيات بالعصمة، ليس العصمة التي يدعونها الذين جعلوا للأنبياء عصمة مطلقة أنهم لا يقعون في الذنب بعد الوحي. لا أبدا، يقعون، لكنهم لا يقعون في مسألة التبليغ. يعني مسألة الآيات التي أوحاها الله لهم أن يبلغوها للناس، هذه لا يخطئون فيها، هذه هم فيها معصومين، لا خلاف في ذلك. جميع الورق الإسلامية تقول بهذا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فقال له المأمون فما معنى قول الله عز وجل فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما؟ فقال له الرضا عليه السلام أن حواء ولدت لآدم 500 بطن ذكر وأنثى، وأن آدم عليه السلام وحواء عاهد الله عز وجل ودعواه وقال نعم أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما، لا إله إلا الله رب العالمين. أنا تغيب عني رؤية الكتابة، لا أدري ما هذه المصيبة التي أنا فيها، فلهذا تجدني أتوقف وأبحث عن أبحث عما وصلت إليه. على كل حال، فقال له الرضا عليه السلام أن حواء ولدت لآدم 500 بطن ذكر وأنثى. وأن آدم عليه السلام وحواء عاهد الله عز وجل ودعواه وقال نعم أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا من الناس خلقا سويا بريا من الزمانة والتامة، وكان من ما أتاهما صنفين، صنفا ذكرانا وصنفا أناثا، فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شركاء. هؤلاء ذرية، يعني هم الذين أشركوا. هكذا يريد يبين الإمام الرضا عليه السلام. من الذين أشركوا؟ الذرية فيما أتاهما ولم يشكراه كشكر أبويهما له عز وجل. قال الله تبارك وتعالى فتعالى الله عما يشركون. قال المأمون
أشهد أنك ابن رسول الله حقا، فاخبرني عن قول الله عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قال الإمام الرضا عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام وقع على 3 أصناف: صنف يعبد الزهرة، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد الشمس، وذلك حين خرج من السرب الذي أخفي فيه. فلما جن عليه الليل فرأى الزهرة قال هذا ربي، على الإنكار والاستخبار، أي هكذا يعني هذا ربي، هكذا يعني المقصود من القول، أو هذا ربي يعني مستغربا متعجبا ناكرا لأن يكون الرب هكذا. هذا الذي يقصده الإمام الرضا عليه السلام، فلهذا يقول على الإنكار والاستخبار، يعني يستخبر وهو ناكر لهذا الكوكب أن يكون ربه. فلما أفل الكوكب قال لا أحب الآفلين، لأن الأفول من صفات المحدث لا من صفات القدم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، على الإنكار والاستخبار، هذا ربي هكذا، هذا ربي هكذا. فلما أفل قال لأن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يهديه إلى من؟ يعني يهديه إلى الطريقة التي يستطيع من خلالها تعريف الناس بالطريق الصواب إلى معرفة وحدانية الله الذي لا إله إلا هو، وتركهم لعبادة هذه الكواكب. نعود إلى السطور حتى نواصل كلام الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام يأتي بالآيات ويأتي بأقوال له، وهؤلاء الذين جاءوا لنا بأقوال الإمام عليه السلام خلطوا مع أقوال الإمام أقوال من أنفسهم ونسبوها إلى الإمام. لو لم ينسبونها إلى الإمام لكان أمر طبيعي، يعني أنت تتكلم تقول قال الله وقال الإمام والذي فهمته من قول الله وقول الإمام كذا وكذا، هذا أمر طبيعي. لكنك تأتي بقولك وتنسبه إلى الإمام، تخلطه مع قول الإمام وتنسبه إلى الإمام عليه السلام، هذه هي المصيبة الكبرى. نستغيث بالله وبه نستجيب. يضعون أفكارهم ويضيفونها إلى الإمام من أجل أنا وأنت المساكين نصدق بما يقولون ونسلك طريقهم الملتوي، طريق الضلال. نعم. يقول لو لم يهدني ربي لكنت من القوم الضالين. فلما أصبح ورأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر من الزهر والقمر، على الإنكار والاستخبار لا على الإخبار والإقرار. ليس مقرا بأن الشمس ربه، بل متعجبا مستغربا ماكرا لأن تكون الشمس ربه. فلهذا الإمام عليه السلام هكذا يؤكد، يقول على الإنكار والاستخبار، يعني يستخبر. يقول يا أيها العقلاء، يا من تعتبرون أنفسكم عقلاء وتفهمون بالخطأ من الصواب، أجيبوني. هكذا. فلما أفلت ذهبت الشمس، ذهب النهار. لما أفلت قال للأصناف الثلاثة من عبدة الزهر والقمر والشمس يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وإنما أراد إبراهيم عليه السلام بما قال أن يبين لهم بطلان دينهم ويثبت عندهم أن العبادة لا تحق لمن كان بصفة الزهرة والقمر والشمس، وإنما تحق العبادة لخالقها وخالق السماوات والأرض. وكان ما احتج به على قومه مما ألهمه الله تعالى وآتاه، كما قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فقال المأمون لله درك يا ابن رسول الله، فاخبرني عن قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الرضا عليه السلام إن الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم عليه السلام إني متخذ من عبادي خليلا، إن سألني إحياء الموتى أجبته. فوقع في نفس إبراهيم أنه ذلك الخليل، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. انظر سبب السؤال من قبل إبراهيم عليه السلام ليتعرف هل أنه هو خليل الرحمن، لأن الله أوحى له أن لي خليل، إذا سألني هذا الخليل إحياء الموتى أحييت له الموتى. فكان سؤال إبراهيم حسب الرواية التي عن الإمام الرضا، عن جواب الإمام الرضا عليه السلام،
ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ ماذا قال؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، أي آمنت، نعم أنا مؤمن بأن ربي يحيي الموتى، لكن يظهر أنه يريد كيفية إحياء الموتى، لا يعرف كيف الله لا إله إلا هو يحيي الموتى. ومن خلال ما جاء الخبر في الآية المباركة هكذا يتبين. ولكن ليطمئن قلبي، لأي شيء يطمئن قلبه الآن؟ يذكر لنا الإمام الرضا عليه السلام يقول على الخلة، أي هل أنه هو خليل الرحمن، يعني إذا حصل الجواب، جواب إحياء الموتى، كيفية إحياء الموتى، إذن هو خليل الله. نعود إلى السطور. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فأخذ إبراهيم عليه السلام نسرا وطاووسا وبطا وديكا فقطعهن وخلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله، وكانت 10 يعني 10 جبال، وضع على كل جبل أي شيء منهن جزء، وجعل مناقيرهن يعني مناقير هذه الطيور بين أصابعه، ثم دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حبا وماء، فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان، وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه، فخلى إبراهيم عليه السلام عن مناقيرهن فطرنا ثم وقعنا وشربنا من ذلك الماء. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والتقطنا من ذلك الحب وقلنا يا نبي الله أحييتنا أحياك الله. فقال إبراهيم عليه السلام بل الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال المأمون بارك الله فيك يا أبا الحسن فأخبرني. الإمام الرضا عليه السلام يقال له أبا الحسن، نعم، في زمانه كما يقال لجده أمير المؤمنين أبا الحسن. فأخبرني عن قول الله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. مأمون يأتي بآية من القرآن لا إله إلا الله رب العالمين ويضعها على شكل سؤال بين يدي الإمام الرضا عليه السلام ليتعرف على جوابها من الإمام الرضا. قال الرضا عليه السلام إن موسى دخل مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها، وذلك بين المغرب والعشاء، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فقضى موسى على العدو. كلام على موسى كليم الله. نعم، وبحكم الله تعالى ذكره فوكزه فمات. قال هذا من عمل الشيطان، يعني الاقتتال الذي بين الرجلين، الاقتتال الذي كان وقع بين الرجلين لا ما فعل موسى عليه السلام من فعل الشيطان ومن قتله للعدو، إنه يعني الشيطان عدو مضل مبين. فقال المأمون فما معنى قول موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي؟ قال يقول إني وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه المدينة فاغفر لي، أي استرني من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلونني، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هنا وغيري ماذا نفهم من طلب الاستغفار؟ اغفر لي يعني نجني من تبعية ذنوبي، أمحو عني ذنبي، هكذا. هنا الإمام عليه السلام يعطينا معنى آخر لطلب المغفرة. ما هو هذا المعنى؟ أي استرني من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلونني، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي من القوة حتى قتلت رجلا بوكزة فلن أكون ظهيرا للمجرمين، بل أجاهد في سبيلك بهذه القوة حتى ترضى. فأصبح موسى عليه السلام في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه
على آخر قال له موسى إنك لغوي مبين، قتلت رجلا بالأمس، يعني تسببت في قتله أنت، كنت قاتله وطلبت مني أن أنجيك منه وتسببت في قتله، وتقاتل هذا اليوم لأؤدبنك. وأراد أن يبطش به، يعني أراد أن يمسك به ويؤدبه. البطش ليس الهلاك والموت وإنما التأديب. هكذا جاءت الآية تقول فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما وهو من شيعته قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. هم يبحثون عن القاتل، من الذي قتل الفرعوني بالأمس، لم يعلموا من هو، وهذا الذي انتصر بالأمس له موسى عليه السلام، واليوم كذلك يريد موسى عليه السلام ينتصر له حتى يقتل رجل آخر ثاني. وهكذا لا يعلم عنده هذه القوة الخارقة، بحيث عندما يدفع أحد يذهب إلى الموت، عندما بوقزة يقضي على الطرف الآخر، كما نقول اليوم بوكس يعني. على كل حال، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما وهو من شيعته قال يا موسى أتريد أن تقتلني، يعني فضح النبي عليه السلام، وجعل القوم الفراعنة يعرفون أن موسى عليه السلام هو القاتل للرجل الفرعوني بالأمس. كما قتلت نفسا بالأمس أن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال المأمون جزاك الله عن أنبيائه خيرا يا أبا الحسن، فما معنى قول موسى لفرعون؟ طبعا هذا المأمون هو على سنة الأمويين والعباسيين، هو قاتل للصالحين، هو يحاول أن يوقع الإمام وليس إجلالا واحتراما للإمام، وحتى من عندما جعله ولي عهده يريد أن يجعله تحت يده حتى يكون أمر الإمام عليه السلام وتحركاته معلومة عند المأمون. هذا الذي يريده المأمون. المأمون هو عدو، وهو الذي قتل الإمام الرضا بلسوم عليه السلام. وهكذا هم الأشرار، تجده يجل الصالحين ويحترمهم في ظاهره، لكن هو في باطنه يغلي، يبحث عن الفرص للقتل الصالح وإهلاكه والتخلص منه. وهذا الذي أظهرته لنا سيرة المأمون الملعون العباسي ابن هارون. نعم، نعود إلى السطور. وسؤال المأمون الآخر يسأل فما معنى قول موسى لفرعون فعلتها إذن وأنا من الضالين؟ قال الرضا عليه السلام إن فرعون قال لموسى لما أتاه وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، عن الطريق بوقوعي إلى مدينة من مدائنك، يعني جئت بالطريق الخطأ، وهذا الذي حدث. يعني كلمة ضالين ليس الضالين عن الاستقامة والحق والهدى، وإنما قال أنا الطريق الذي لا يدخلني إلى مدينتك. هذا الضلال الذي يبينه الإمام الرضا عليه السلام في جوابه للإمام. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله ألم يجدك يتيما فآوى، يقول ألم يجدك وحيدا فآوى إليك الناس، ووجدك ضالا يعني عند قومك، يعني ضائع. الضال العرب تقول الضال يعني الضائع تقول عنه ضال، والحاجة الضائعة ضالته، وهكذا ضال. المهم فآوى إليك الناس ووجدك ضالا يعني عند قومك، فهدى أي هداهم إلى معرفتك. ووجدك عائلا فأغنى، يقول أغناك بأن جعل دعاك مستجابا. قال المأمون بارك الله فيك يا ابن رسول الله، فما معنى قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني؟ كيف يجوز أن يكون كليم الله بن عمران عليه السلام لا يعلم أن الله تبارك وتعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام إن كليم الله موسى بن عمران عليه السلام علم أن الله تعالى أعز أن يرى بالأبصار، ولكنه لما كلمه الله عز وجل وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلمه وقربه وناجاه، فقالوا لن
قالوا لن نؤمن لك حتى نستمع كلامه كما سمعت. وقال القوم 700، وكان القوم 700,000 رجل، فاختار منهم 70,000، ثم اختار منهم 7,000، ثم اختار منهم 70 رجلا لميقات ربهم، فخرج بهم إلى طور سيناء، الجبل الذي يناجي منه الله لا إله إلا هو، اسم ذلك الجبل طور سيناء. فأقامهم في سفح الجبل، وصعد موسى إلى الطور وسأل الله تعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه، فكلمه الله تعالى ذكره، وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام، لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة وجعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه. فقالوا لن نؤمن لك بأن هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا واتوا، بعث الله عز وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. فقال موسى يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم، لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة الله عز وجل إياك. فأحياهم الله وبعثهم معه، فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك ننظر إليه، يعني يظهر أخطاء في الإملاء، تنظر إليه، لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. فقال موسى عليه السلام يا قوم إن الله تعالى لا يرى بالأبصار ولا كيفية له، وإنما يعرف بآياته ويعلم بعلاماته. فقالوا لن نؤمن لك حتى تسأله. فقال موسى يا رب إنك أعلم بصلاحهم. فأوحى الله تعالى إليه يا موسى سلني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم. فعند ذلك قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وهو يهوي فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل بآية من آيات الله لا إله إلا هو من آياته جعله دكا وخر موسى صائقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، يقول رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي وأنا أول المؤمنين منهم بأنك لا ترى. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فاخبرني عن قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال الرضا عليه السلام لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم لها كما همت به، لكنه كان معصوم. دائما يؤكدون على كلمة معصومة لأنهم هكذا يخلطون، يأتون هذه الكلمة ويضعونها في الروايات، ولم تكن من أقوال الإمام الرضا عليه السلام. قلنا الإمام لا يخالف القرآن الكريم وهو يتكلم عن، وهذا تناقض واضح في كلامهم، والدس الذي يضعونه في الروايات أوضح من وضوح الشمس. نعم في رائعة النهار، في ساعة رائعة صافية من أي غبار وأي شائبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا لا يستطيعون أن يتركوا الدس والتدليس والافتراء على الأئمة المعصومين عليهم السلام. لهذا تجدهم في ذل دائم. انظر بالخصوص هؤلاء الذين يدعون أنهم شيعة وقد تمسكوا بكل معصية لله الذي لا إله إلا هو. لربما يقول قال هذه الناس بأجمعها وكذا هل هي في معصية؟ طبعا الناس التي لا تعلم ولا تستطيع الوصول إلى المعلومة الصحيحة المرضية لله لا إله إلا هو، طبعا هؤلاء أبرياء ويحشرهم لا إله إلا هو مع الأبرياء. لكن نحن نتكلم عن الذين يدعون العلوم الدينية ويفهم أين الخطأ وأين الصواب وأين الدس وأين التناقض، يفهم كل هذا، ليس كغيره من عامة الناس. عامة الناس لا، كلامنا لا يشمل عامة الناس البسطاء، أو لربما تقول منهم فلاسفة، منهم أطباء، منهم كذا، منهم يحملون العلوم الكلائية. هؤلاء ليس أصحاب اختصاص، الذي هو له ما له من العلوم ربما هو لم يقرأ كتاب من الكتب الدينية، أو أنه قرأ الكتب الدينية لكن عندما قرأها مر عليها مرور الكرام، كما كنا نفعل عندما كنا قبورية. هكذا كنا قبورية، وأي قبورية كنا قبورية بامتياز. على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعود إلى السطور.
فهنا يأتون بكلمة الدس ويقولون ينسبون القول للإمام الرضا عليه السلام وهو بريء منه كان معصوما، والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتي لا أنه الله لا إله إلا هو اصطفاه، فالذي يصطفيه الله لا إله إلا هو. هل يأتي بشائبة؟ هل يأتي بالتفكير بالقتل أو التفكير بالزنا نستجير بالله؟ لا يأتي بهذا، لا بالزنا ولا بالقتل ولا بالذنوب الصغار والكبار، إلا مثلا بعض الأخطاء يخطأ هو غير متعمد، يعني هو مريد مثلا مريد الحق لكنه أخطأ، أنه الحق عليه أن ينظر إلى هذا الذي يريد فعله هل هو في رضا الله أم أنه غير مرضي لله. دائما عليه أن يؤكد على هذه. وترى الله لا إله إلا هو مدح نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وإنه لعلى خلق عظيم، وأنك لعلى خلق عظيم، هكذا يمدح نبيه الحبيب صلى الله عليه وآله. وفي سورة التحريم قلنا قد ذكر ذنبه وأمره بالتحلل منه وأمره بدفع الكفارة، الآية الأولى والآية الثانية من سورة التحريم. على كل حال نعود إلى السطور هذا دس. قلنا أن الإمام يقول كان معصوما والمعصوم لا يهم بذنب، لا هذا دس. على كل حال نواصل قراءة السطور. يقول وقد حدثني أبي عن أبيها الصادق عليه السلام أنه قال همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل، فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فاخبرني عن قول الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فقال الإمام الرضا عليه السلام ذاك يونس بن متى عليه السلام ذهب مغاضبا لقومه فظن بمعنى استيقن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه رزقه، ومنه قوله عز وجل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق وقتر. فنادى في الظلمات أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بترك مثل هذه العبارة التي قد فرغتني العبادة لترك هذه العبادة التي قد فرغتني لها في بطن الحوت. فاستجاب الله له وقال عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نستجير بالله وبه نستغيث، ما أعظمها من شدة. بطن الحوت، بطن البحر، ظلمة الليل، ما أعظمها من شدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى يقال أن الحوت إذا ابتلع الحديد يصهر في بطنه يذوب. سبحان الله الذي حفظ نبيه يونس عليه السلام في بطن الحوت. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فاخبرني عن قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فقال الرضا عليه السلام يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل من قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الرضا عليه السلام لم يكن أحد عند المشركين عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، فلما جاءهم صلى الله عليه وآله بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فلما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله مكة قال له يا محمد إنا فتحنا لك أي مكة فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عند مشركي أهل مكة يعني يغفرون ما جعلوه ذنبا لك في ما مضى من الوقت. عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى التوحيد إلى توحيد الله فيما تقدم وتأخر، لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه.
إذا دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقال الرضا عليه السلام هذا ما نزل بإياك أعني واسمعي يا جاره. خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به بهذا الخطاب ماذا أراد الله لا إله إلا هو كيف بأي شيء يخبرنا الإمام الرضا عليه السلام وأراد به أمته أي هذا الخطاب موجه إلى الأمة إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ولكن عبر من؟ عبر نبيه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله. وكذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. قال صدقت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فاخبرني عن قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال الإمام الرضا عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قصد دار انظر هذه كذبة كبرى جاءوا بها من الإسرائيليات ومن ما يتكلمون به اليهود ووضعوها ونسبوها إلى الإمام الرضا عليه السلام. انظر استمع جيدا دقق في هذه الرواية ونسبوها إلى الإمام الرضا. دقق الآن نقرأ عليك أي شيء يقولون. قال الرضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قصد دار زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي في أمر أراده فرأى امرأته تغتسل فقال لها سبحان الذي خلقك وإنما أراد بذلك تنزيه الباري عز وجل. نقف هنا. كيف النبي صلى الله عليه وآله دخل الدار من غير أن ينادي عليهم إن لم يكن في الدار باب ليطرقها حتى ينبه أهل الدار فيقف على الباب وينادي أهل الدار فإذا أجابوه وأذنوا له بالدخول دخل وإذا لم يجيبوه لا يستطيع أن يدخل. فكيف النبي صلى الله عليه وآله وصاحب الخلق العظيم يأتي ويدخل الدار هكذا وإن كان هذا ابن زيد بن حارثة هو ربيب رسول الله وكانوا يسمونه ابن رسول الله تسمية منهم هكذا لأن النبي هو الذي رباه صلى الله عليه وآله. لكن أنت حتى ولدك الآن في داخل بيتك وولدك متزوج تريد أن تدخل إلى بيت ولدك أنت وهو في بيت واحد لا يمكن أن تكون زوجة ولدك تغتسل من غير أن تضع يعني سترا. هي امرأة مسلمة والذي متزوجها هو ربيب رسول الله زيد وهي من أقارب النبي صلى الله عليه وآله والنبي هو الذي زوجها لزيد. فانظر إلى الاحتداء الصارخ على رسول الله صلى الله عليه وآله. قصد دار زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي في أمر أراده فرأى امرأة تغتسل فقال لها سبحان الله الذي خلقك وإنما أراد بذلك تنزيه الباري عز وجل عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله. فقال الله عز وجل أصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وجاءوا بالآية وجاءوا بأن النبي لماذا قال هذا القول من أجل تنزيه لله لا إله إلا هو. وكيف استطاع النبي أن يفعل هذا؟ يا أيها الكذبة يا أيها الفجرة يا أيها الفاسقين كيف سمحتم لأنفسكم أن تأتوا بهذه الرواية وتنسبونها إلى الإمام الرضا عندما وجدتموها منسوبة إلى الإمام الرضا؟ كيف أتيتم بها وثبتموها في الكتب الشيعية؟ هذه طبعا في كتاب الاحتجاج من أراد أن يراجع يكتب في البحث احتجاج الرضا عليه السلام واحتجاج الرضا عليه السلام في أجوبته للمأمون يظهر له هذا الذي بين أيدينا ويقرأ كما قرأنا. على كل حال نواصل قراءة السطور حتى عندما أقول لك الدس العجيب الغريب في الروايات حتى تكون أنت على علم يقين أن هذا دس واضح. الواقع الحقيقة يعني الأمور الطبيعية الأخلاقية التي تأباها الناس حتى الناس التي لم يكن لها دين هم العرب أصلا حتى في جاهليتهم كانوا هكذا يعني يقول يعني عندما يرى جارته تخرج من دارها ماذا يفعل؟ يغيب نفسه عنها. يقول حتى يواري جارتي دارها أو بيتها يعني حتى تدخل البيت يلا يواصل طريقه إذا رأى هكذا جارته في جاهليتهم. لا
أستطيع حفظ ما أو تذكر ما حفظته من أقوال عنتر بن شداد. على كل حال الجاهلية قبل الإسلام هكذا أخلاقهم، فتأتي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وتنسب إليه هذا الفعل، وتنسب أن هذا القول للإمام الرضا عليه السلام قال هكذا عن جده النبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نواصل قراءة السطور. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وآله لما رآها تغتسل: سبحان الذي خلقك، أن يتخذ له ولدا يحتاج إلى هذا التطهير، الاغتسال، التطهير والاغتسال. فلما عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء الرسول صلى الله عليه وآله وقوله لها سبحان الذي خلقك، فلم يعلم زيد ما أراد بذلك، وظن أنه قال ذلك لما أعجبته من حسنها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، صلى الله على رسول الله وآله، إن امرأتي في خلقها سوء وأني أريد طلاقها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: امسك عليك زوجك واتق الله. وقد كان الله عز وجل عرف نبيه صلى الله عليه وآله بهذا الذي سوف يحدث لزيد ويطلق زوجته. عرفه عدد أزواجه، وأن تلك المرأة منهن أي زينب بنت جحش التي كان متزوجها زيد بن حارثة. فأخفى ذلك النبي صلى الله عليه وآله، أخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيد، وخشى الناس أن يقولون أن محمدا يقول لمولاه، مولاه يعني عبده، أن امرأتك ستكون لي زوجة، يعيبونه بذلك. فأنزل الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالعتق، أعتقته من العبودية، يعني عندما كان عبدا عندك من عبيدك. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم أن زيد بن حارثة طلقها واعتدت منه، أي أتمت عدتها، عدة الطلاق، فزوجها الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وآله، وأنزل بذلك قرآنا، فقال عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. انظر ما هو السبب الذي جعل الله لا إله إلا هو يحدث هذه الحادثة، حادثة طلاق زينب بن جحش من زيد، لأي شيء؟ ما هو السبب؟ ذكرت الآية المباركة السبب. أي شيء؟ قالت: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لأنه الناس تدعي أن زيد ابن رسول الله، وينادونه يا ابن رسول الله، هكذا ينادونه ادعاء منهم أنه ابن رسول الله. لم يكن ابن رسول الله، وإنما النبي قد رباه صلى الله عليه وآله، وربيه بالنبي، إنما ادعوها الآخرين، ادعوا للنبي، الدعاء ليس صحيحا، والله لا يقبله، وهم عندهم هكذا مثبت: الذي عنده داعي ويزوجه إذا طلق المرأة لا يمكن له أن يتزوجها بعده. هذا عندهم في قبل الإسلام محرم، لكن عند الله لا إله إلا هو حلال، فأثبته في القرآن الكريم، حتى لا يأتي أحد ويضع قانون كما يحب وكما يشتهي وكما كان يفعل آبائه. الله لا إله إلا هو يريد القانون الذي يضعه في كتابه في القرآن الكريم أن تعمل به الناس، لا سيما الناس الذين يدعون أنهم مؤمنين بالله وبرسوله وبما جاء لهم من آيات القرآن الكريم. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. لا بد له من الحدث، أن يحدث، وقد حدث. هذا أمر الله لا إله إلا هو. هذا السبب الذي كانت من أجله حدثت هذه الحادثة. نواصل قراءة السطور. يقول: ثم علم الله عز وجل أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها، فأنزل الله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فقال المأمون: لقد شفيت صدري يا ابن رسول الله، وأوضحت لي ما كان ملتبسا علي، فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيرا. هكذا نكتفي بقراءة هذه السطور ونترك قراءة المصادر في الهامش لكم. أنا أضعها في هذه المصادر وغيرها، بل السطور بأجمعها في وصف الفيديو إن شاء الله. نعم، نكتفي بهذا، والسلام عليكم أحبتنا الكرام ورحمة الله وبركاته. يا ابن رسول الله، أتقول بعصمة الأنبياء؟ بلى. فما تعمل في قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى؟
وقوله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وقوله في يوسف ولقد همت به وهم بها، وقوله عز وجل في داود وظن داود أنما فتناه، وقوله في نبيه محمد صلى الله عليه وآله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ويحك يا علي اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول كتاب الله عز وجل برأيك، فإن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وأما قوله عز وجل في آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده، لم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض لتتم مقادير أمر الله عز وجل. فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة عصم بقوله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وأما قوله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، إنما ظن أن الله عز وجل لا يضيق عليه رزقه، ألا تسمع قول الله عز وجل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، أي ضيق عليه، ولو ظن أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر. وأما قوله عز وجل في يوسف ولقد همت به وهم بها، فإنها همت بالمعصية، وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما داخله، فصرف الله عنه قتلها والفاحشة، وهو قوله لنصرف عنه السوء يعني القتل والفحشاء يعني الزنا. وأما داود فما يقال من قبلكم فيه؟ يقولون إن داود كان في محرابه يصلي إذ تصور له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور، فقطع صلاته وقام ليأخذ الطير، فخرج الطير إلى الدار، فخرج في أثره، فطار الطير إلى السطح، فصعد في طلبه، فسقط الطير في دار أوريا بن حنان، فأطلع داود في أثر الطير، فإذا بامرأة أوريا تغتسل، فلما نظر إليها هواها، وكان أوريا قد أخرجه في بعض غزواته، فكتب إلى صاحبه أن أقدم أوريا أمام الحرب، فقدم فظفر أوريا بالمشركين، فصعب ذلك على داود، فكتب الثانية أن قدمه أمام التابوت، فقتل أوريا رحمه الله، وتزوج داود بامرأته. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير، ثم بالفاحشة، ثم بالقتل. يا ابن رسول الله فما كانت خطيئته؟ ويحك إن داود إنما ظن أن ما خلق الله عز وجل خلقا هو أعلم منه، فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسورا المحراب، فقالا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعي عليه فيقول ما يقول، فكان هذا خطيئة حكمه.